اغرب 5 حاجات بتحصل في الطياره وانت مش واخد بالك منها. لو كنت ركبت طياره قبل كده في حاجات غريبه بتحصل حواليك هتخليك تستغرب. اسمع دي وهتتخض. تعرف ان في على متن الطياره ثلاجه مخصوص للجثث. بعض الرحلات الطويله بيكون فيها تجهيزات لو حد توفى لا قدر الله فجاه. في مكان مخصوص على متن الطياره اسمه كوربس كابورد معمول بس للحالات الطارئه اللي زي دي. تاني حاجه غريبه ممكن تسمعها ان الطياره تقدر تطير بجناح واحد. ايوه والله، لو جناح اتضرر الطياره تقدر تكمل لفتره معينه كده، بس طبعا الطيار لازم يهبط فورا. بس هي مجهزه لحالات زي دي، وده حصل بالفعل في قصه حقيقيه وجسد القصه دي الممثل الامريكي توم هانكس في فيلم نتفليكس الجديد سولي. ثالث حاجه، طاقم الطياره عنده سر في الاكل. الطيارين بياكلوا وجبات مختلفه تماما عن بعض علشان لو حد فيهم اتسمم واحد فيهم يفضل صاحي وفايق يكمل الرحله. رابع حاجه بقى ممكن ما تكونش عارفها، ان انت ممكن تكون متراقب طول رحلتك وانت ما تعرفش. في لحظات في الرحله طاقم الطياره بيراقب فيها ردود فعلك تصرفاتك علشان يشوفوا لو في خطر منك ولا لا. واخر حاجه معانا النهارده، حمام الطياره بابه بيتفتح من بره حتى لو قافل على نفسك من جوه، ففي قفل مخفي طاقم بيقدر يفتحه في ثواني. قول لي بقى، كنت تعرف المعلومات دي قبل كده؟